أخطر 4 آيات في القرآن الكريم. هاد ال4 آيات ديرهم حلقات في أذنيك. أنا نجيب لك الآيات باش تخاف وتولي لطريق رب العالمين، وهذه مصلحة لك. لقول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. صدق الله العظيم. وما دام كاين في قلبك خوف الله، هذا يعني أنك في الطريق الصحيح. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتبع معي الفيديو. وقوله صلى الله عليه وسلم في خوف الله: من خاف أدلج، ومن خاف بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم اجعلنا منهم وإياكم يا رب العالمين. الناس اللي غاويتهم الدنيا ويجروا من موراها، تبع معايا الآية الأولى تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي أنهم سيأخذون حقهم بما شاء الله عز وجل. تبع معي تكملة الآية: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. تبع معي الآية الثانية تقول. تبع الآية الثانية تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي نرزق العبد الذي نريد بالرزق الذي نشاء، ثم ماذا؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق الله العظيم. اللهم لا تجعلنا منهم وإياكم يا رب العالمين. تبع الآية الثالثة تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. صدق الله العظيم. أي أن العبد كلما عمل من خير، صوم، صلاة، زكاة، أي حاجة خير يديرها العبد في حياته، يضاعفه له الله، والحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. التكملة الآية: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. تبع معي الآية الرابعة تقول. بزاف ناس رب العالمين رزقهم بالمال والصحة والعافية والعقارات وكل شيء عندهم، فنسوا الله. من كثرة رب العالمين اللي رزقهم بالمال ناسوا الله. هذه الآية لكم انتم تبع معايا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هنا لفظة جات غافلون وما جاش معرضون. معرضون تجي للكفار، أي الكفار لا يؤمنون بالقرآن الكريم ولا بآياته. ولكن هذا اللفظة غافلون جات لنا احنا كمسلمين نعرف القرآن الكريم ونأمنوا به ونأمنوا بالرسول برب العالمين. جات لفظة غافلون لأننا غافلون. أولئك الذين هم عن آياتنا غافلون وأولئك الذين مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. هنا يا أخي الكريم، إلى متى راك بعيد على ربي؟ وإلى متى راك تتبع في هذه الدنيا اللي غادي تديك للهاوية؟ تقول له